اللي مش بيحب نفسه هيحب غيره إزاي؟ الجاهل عدو نفسه. هنا الجهل مش معناه إنه مش متعلم، لأ، معناه إنه جاهل بمصلحته وما بيعرفش ياخد قرار صح لنفسه. الشخص ده بياخد قرارات بتضر بحياته وبيوقع نفسه في مشاكل وبيبقى هو السبب في فشله، يعني هو اللي بيجيب لنفسه الضرر. فإزاي يكون صديقاً لغيره؟ ده سؤال منطقي. اللي مش بيعرف يحافظ على نفسه ولا ينجحها هيعرف يدي أمان أو مصلحة لحد تاني إزاي؟ فاقد الشيء ما بيطعيهوش. اللي مش عارف يسعد نفسه أو ينجحها مش هيعرف يسعد صاحبه أو يشد إيده للنجاح. المشاكل بتتنقل. الشخص اللي دايماً بيجيب لنفسه المشاكل، سواء كسلان، متسرع، أو بيعمل حاجات غلط، المشاكل دي هتتنقل لأصحابه وهتخليهم في قلق دايماً بسببه. النصيحة العملية في الصداقة. المقولة دي بتديك حاجتين مهمين. ركز على نفسك الأول. لازم الإنسان يشتغل على إنه يكون أحسن لنفسه الأول، يطور نفسه ويصلح عيوبه قبل ما يدخل في علاقة قوية. اختار صح. لما تيجي تختار صاحبك بص على طريقة تعامله مع حياته. لو حياته متلخبطة وفيها فشل وضرر لنفسه غالباً هيجيب معاه الخراب ده في الصداقة.